ازاي انتهى بي الامر على نخله بجيب تمر في سيوه. اليوم ابتدى باني قلت لاصحابي يلا نروح الملاحات سوا بالعجله، ودي تقريبا 10 كيلو من وسط البلد. بدأنا اليوم وكله زي الفل، ولكن في نص الطريق دي كانت النتيجة. دلوقتي بصوا، انا لما بنزل الميه بمسك في هشام. دلوقتي وانا بقى سايق العجله عيل صغير وانا ببقى عيل صغير في الميه. كملنا طريقنا ورحنا الملاحات ونزلوا الميه. بس ما نزلتش طبعا، تلج في الشتاء. انا نزلت هشام نزل وبيموت من التلج دلوقتي. بعدها قررت اخلي التحدي اصعب، وهو ان احنا نروح نكتشف عين جديدة في سيوة سمعنا ان فيها سمك، ودي تقريبا 15 كيلو كمان بعد الملاحات. ومن هنا بدأ اليوم. طلعنا من الملاحات واخدنا الطريق ووقفنا في اول بريك بعد تقريبا 6 كيلو، وهنا العيال كانت بتفرفر مني، فاكلنا تقريبا نص الاكل اللي كان معانا. لما كملنا الطريق لقينا النخلة دي في طريقنا وكان عليها شوية تمر، وهنا فكرت في واحد من التحديات اللي جاتلي. قررت اطلع روح القرد اللي جوايا واطلع اجيب تمر للشباب عشان ما نموتش من الجوع لو الاكل خلص. ويت استنى، هنجيب لك الباج الشنطه، استنى. يا لهوي. اكلنا شويه تمر وخدنا معانا شويه كمان للطريق وكملنا، ولكن في الطريق لقينا نخله فيها تمر احلى بكتير، وقررنا هنا استخدام استراتيجيه تانية عشان نجيب تمر منها عشان طريق العوده لو الاكل خلص. كملنا الطريق لحد ما وصلنا للعين التانية اللي لقيت فعلا فيها سمك، وعيال صغيرة قاعدة بتصطاد منها واحنا اصلا في نص الصحراء. يا جماعه احنا في سيوه في الصحراء وفي سمك في العين. اكتشفنا العين وبدأنا نستعد لطريق العودة. طلع لي دم في ظهري من اول الطريق. واحنا في الطريق هشام تعب مني، هشام مشى وساب لي العجله. فقرر انه يسيب العجلة بتاعته في نص الطريق ويركب موتوسيكل معدي ويرجع على السوق. وبكده بقى عندي تحدي أصعب، وهو إني تقريبا أرجع 20 كيلو وأنا ماسك عجلتين. رجعنا كل الطريق ده وهشام سابني وساب لي العجله بتاعته. انا دلوقتي ماشي بعجلتين، واحده في ايدي واحده راكبها، ورجعنا لنفس الطريق هنا. وجايزتي هي اني هاكل تفاحه دلوقتي بعد ما ضربت 10 كيلو من هنا. والدنيا بدأت تليل مش علي. هعرف اصور عشان ماسك عجله كده وسايق ايدي بايد واحده. الموضوع يكون صعب شويه، بس الدنيا بتليل علينا خلاص. وبعد تقريبا 7 كيلو كمان قررنا نرتاح تاني جنب الطريق، وهنا لقينا عربية وسألناه لو ممكن ياخدنا معاه ال 15 كيلو الباقيين. قال لنا تمام. ركبنا معاه العربية ووصلنا لحد العين السخنة، المكان اللي كان مستنينا فيه هشام. نزلنا المية وعملنا ريلاكس على عضلاتنا بعد اليوم الطويل ده، وبعدها رجعنا على السوق عشان ناخد الغدا بتاعنا وكوباية الشاي وبس كده.